مرحبا بكم، صحة فطوركم. جيتكم بوصفة بنينة اقتصادية راقية. صدقوني الوصفة هذه ما راحش نحكي لكم عليها ياسر، راح نخليكم تكتشفوها. وصفتنا لنهار اليوم كانت لي سيجار والصامصة بديول البوراق. وصفة اقتصادية، تشري ب10,000 كاوكاو وتخرج لك 30 حبة، وعلاه تقلقي روحك، وعلاه تشري في الزلابي، وعلاه تخسري في روحك. وصفة خفيفة وسهلة واقتصادية وبنينة، وتقطع لك ياسر. أصحاب المحلات اللي يحبوا يبيعوا، ها هي الوصفة، ادخلوا وتفرجوا واستفادوا معنا. نروح لطريقة التحضير، بسم الله، تبعوني خطوة بخطوة باش تفهموا. نجيبوا الديول تاع الحانوت. نحتاجوا، أنا شريت ب10,000 كاوكاو، كنت حمصته ورحيته رقيق. عندك الكيلة اللي تكيلي بها الكاوكاو 3 كيلات بكيلة تاع سكر، 3 كيلات كاوكاو مرحي بكيلة سكر. ضيفي له زهر وتخلطي، مش كي تخلي الحشو سايح ياسر، خليه حكم روحه شوية. تجيبي حبة الديول تقسمها على 3 كيما موضح في الصورة، نص راح ديري به تاع الصلصة ونص ديري به لي سيجار. تحطي حبة، تحطي عفوا ورق الديول تاعك، والحشو تحطي في لي سيجار، ما تحطيش ياسر. قيس ملعقة هكا صغيرة تشكلاها كيما الموضح في الصورة. وهنا ترولي السيجار تاعك بيا مكبوس، تروليه مكبوس، تروليه بيا باه ما يتحللكش، ما يتحلش ليك عفوا. تروليه بيا. بعد ما تروليه تزيدي تشكلي تاع الصمصة تاعك، تحطي الحشو تاعك وتقفلها بيا. تزيدي تجيبي بيض مخفوق، تحكمي أطراف حبات تاعك تاع لي سيجار وتاع الصامصة، تزيدي تقفليهم بالبيض. بعد ما تكمليهم وتشكلي حباتك، تحطيهم في البلا في الفور، ندخليهم لين يحكموا لافورم تاعهم، برك ما نحتاجوهمش باه يحماروا، يحكموا لافورم تاعهم، ما يتحلوناش في مقلة الزيت. كي يحكموا لافورم تاعهم عفوا، في كي ندخلوهم الفور، تحطي زيت سخون وتقليهم في زيت سخون، ام بالخف يتقلوه ثم تقلبي على نار متوسطة، وتخرجيهم ديريكت، تعسليهم وتزينيهم بالمكسرات. انتي وش حابة؟ صدقوني والله وصفة اقتصادية وبنتها، ما راحش نحكي لكم، جربوا وخلوا لي رايكم في كومنتير. وما بقى لي غير نقول لكم صحة سحوركم، ما تنسوناش بالابوني